محترم السيد رئيس الحكومة المحترم، شيء مؤسف حقيقة أن نكون في هذه الجلسة بالذات وفي هذا التوقيت بالذات والبلد مطروحة في جدول أعمالها قضايا على درجة كبيرة من الأهمية. من المؤسف حقا أن نستهلك كل هذا الوقت في نقاش مصدري، لأنه ثابت أنه الفصل 100 من الدستور الجديد لا يقنن ولا يضبط كل الجوانب المرتبطة بتدبير هذه الجلسة، لأنها جلسة هي الأولى من نوعها، وعندنا فراغ في النظام الداخلي ديال مجلس المستشارين. طيب دعونا نسألكم، ما هو المغزى من اعتماد الدستور لجلسة من هذا النوع؟ أين اتجهت حكمة المشرع لما قرر أنه مرة في كل شهر كينظم البرلمان بمجلسيه جلسة لمساءلة السيد رئيس الحكومة في السياسات العامة؟ ما هو المغزى؟ المغزى واضح جدا، وهو تقوية وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان على الأداء ديال الحكومة وعلى السياسات العمومية. المغزى هو أن تتاح للبرلمان وللمعارضة تحديدا الفرص أوفر لم تكن متاحة لها بالأمس